النجم أحمد عز في القاسة في وكالة ناسا. أنا كنت ماشي في حالي ومركز مع كوكب عالي، والحجر ده فجأة جالي، هنكت بلمت تنحت وانا قلت خلاص مش اشكالية، انا هدرس طبيعته الصخرية وهي حتى تكون خدمة وطنية، وشطحت سرحت ارتحت. القاسة في وكالة ناسا، القاسة في وكالة ناسا. بطولة النجم صلاح عبد الله، إيمان العاصي، سعيد طرابيك، عايدة رياض، محمود البزاوي، نادين سبع، وطارق الإبياري. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقطمني ودي تخسرني. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقطمني ودي تخسرني. تأليف محمود البزاوي، أغاني رشا البنا، ألحان هاني النبيل، توزيع خالد نبيل، إنتاج رايت ماركتينج. أيوة أنا اسمي حسن والقاسة، وصلت بيك وكالة ناسا، مع إن قابلتني غلاسة، فرحت ونجحت وفلحت. أيوة أنا اسمي حسن والقاسة، وصلت بيك وكالة ناسا، مع إن قابلتني غلاسة، فرحت ونجحت وفلحت. أنا كنت ماشي في حالي، ماشي في حالي، ماشي في حالي. القاسة في وكالة ناسا، القاسة في وكالة ناسا. القاسة في وكالة ناسا، إخراج عبد المقصود محمد. ايه اللي بيحصل دي يا سي خاسن؟ بقى انا جاي من وكالة ناسا لخد هنا عشان ادور وراك في المستشفيات والاجسام؟ ما افهمك بس. بالنسبه للمستشفى اخويا كان فيها وكان لازم ابقى جنبه، وبالنسبه للاسم كان لازم اعمل بلاغ في يوسف الجيار عشان الحكومه اللي تقدر تدور وراه وتجيب اخره. وانت ساغل نفسك ليه بالحاجات دي خاسن؟ احنا مش اتفقنا حبيبي ان نسيب الارض كلها بناسها؟ الناس اللي حواليك دول بكلامهم ممكن يسحبوك تحت الارض خاسن، وانا عاوزك تطلع لفوق فوق حبيبي. ان شاء الله يا عم، بس اهدى بس. عارف يا عم رودريجو، يس، انا مندهش جدا من الحاله اللي انا فيها دي. لسه اسمي مكتوب بالقلم الكوبيا في الترشيح والدنيا مقلوبه من حواليا. طب امال بقى لما يحصل بجد انا ايه اللي هيجرالي؟ ما انا عايش طول عمري في حالي من يوم ما اتولدت يا رودريجو، وانا ما حدش شايفني صح ولا حاسس بيا، ولما كنت بحاول اقرب من الناس كانوا بيبعدوا عني. عشان كده افتكرت الحكمه بتاعت ابويا. وايه ختمه ابوك دي يا خسان؟ لا هي حكمه مش ختمه. يعني الختمه دي لما ابقى انا عايز امضي حاجه اروح حاجه، انما الحكمه يعني زي ما تقول كده ايه، حكمه. حكمه يعني زي حلقه في ودنك كده. ايه بقى دي حسين؟ كان دايما يقول لي لو تعبت من الناس في الارض يا حسن بص لفوق. ومن يوميها وعينيا ورقبتي اتعلقوا بالسما. حتى بص شايف جالي رقبه، شايف الرقبه اللي انا مركبها دي؟ يس. هي دي بقى. عشان كده اكتشفت اني بشوف كل الحاجات اللي الناس مش شايفاها، وشفت النجوم وعديتهم، ولاني كنت دايما فوق كنت شايف الناس كلها حواليا صغيرين. وانا مسايز منك غير انك تكون باصص لفوق حسين وتنسي كل اللي تاخت حبيبي. طب بقول لك يا عم رودريجو والنبي، ولو فيها اساءة ادب يعني، انا عاوز ارجع وادي القمر تاني. واسمعنا وادي القمر حبيبي، اصل ده المكان الوحيد اللي هيبعدني عن الناس. اوكي وانا موافق، وخصوصا اننا داخلين على مرحلة جديدة. ليه خير ان شاء الله؟ مرحلة ايه؟ مرحلة الاختبارات حبيبي. هي الاختبارات هتتم هنا؟ مش مفروض تتم في ناسا؟ حبيبي ناسا لازم يوصلها من 20 5. معنى كده ان واحد بس من كل قارة هم اللي يختاروه؟ هو كده بالضبط حبيبي. هو ده اللي خلانا نهتم بترشيح وكالة ناسا لواحد زي حسن. الفيزياء؟ مش الفيزياء وبس، الكيمياء والجيولوجيا والرياضيات. ولما دورنا ورا حسن شوية من خلال درجاته على مدار عمره الدراسي وأبحاثه، اكتشفنا ان حسن ده كنز ما يقلش عن أينشتاين. واو، أينشتاين، ويمكن يزيد عنه كمان. عشان كده بقينا بنتعامل مع حسن على انه قيمة قومية كبيرة، ولازم وحتما نحافظ على القيمة دي. عشان كده لازم تنسي اي حاجة صغيرة ممكن يعملها حسن. بس ده كان بيتهجم على بابا في البيت. بعدين نبقى نتكلم فيها. ويا ريت ابوكي شخصيا ما يعرفش اي حاجة عن الحوار اللي دار بينا ده. اوكي، وايه بقى المطلوب مني؟ لازم تبقي جنب حسن يا فريدة،
وما تنسيش في ناس كتير يهمهم ان حسن والقاسة يكون تحت ايديهم ويبقى واحد منهم، مش مننا احنا. ها، ايه رايك مهرة في العرض دي؟ هو دي لي طمع بصراحة، لكن اسمح لي أسألك عن المقابل. الصورة اللي انت نفسك تبقي فيها قدام جمهورك مهرة، هتبقي اهم مطربة في المنطقة دي كلها. هيكتب لك اهم الكتاب حبيبتي، وهيلهلك اهم واكبر الملحنين. ومش عايز اقول لك ايه بقى هي المفاجأة. لا بليز قولي عن المفاجأة. دويتو مع عمرو دياب. عمرو دياب؟ مش ممكن. مفيش حاجة مش ممكن معانا يا حبيبتي. معاكوا؟ انتوا مين بالظبط؟ اول شرط في الديل اللي بينا ده حبيبي انك ما تسأليش كتير وما تتحركيش من غير ما اقولك حركتك هتبدأ منين وتنتهي فين حبيبي. اوكي. والاتفاق دي بيني وبينك انت وبس. لو عرفنا في يوم من الايام ان في حد تاني عرف، هتبقى دي نهايتك. يا ريت تكوني فخماني. طب ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ اسمي رودريجو، ممكن تقولي لي يا ريجو. اوكي، ممكن اطلب منك حاجة يا ريجو؟ اي حاجة حبيبة هتطلبها انا بينفذها فورا، الا انك تسألي في حاجات مش مسموح لك تسألي فيها. زي ايه؟ زي اللي قلتهولك قبل كده، انك تحاولي تعرفي اي حاجة عني غير اللي مسموح لك تعرفيه. هي حبيبي، كنت عايز تعرف ايه بقى؟ تقول ايه؟ قول. انا مش هعرف اتحرك براحتي طول ما مراد جوزي الاولاني بيطاردني في كل حتة. والمطلوب حبيبي تخلصوني منه. اعتبريه خلاص ما عادلوش وجود على الارض. ليه؟ انتوا هتعملوا فيه ايه؟ هنخلص عليه. لا 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 لا، مش للدرجة دي. انا كل اللي عاوزاه يبعد عن طريقي. من النهاردة حبيبي مش هتسوفيه في طريقك، لاننا بصراحة مش عاوزينك تسوفي قدامك غير حسن كلكاسة وبس. وانا مش عاوزة غير حسن قلقاسة وبس. قلقاسة في وكالة ناسا. قلقاسة في وكالة ناسا. فريدة، مين اللي كان معاكي ده يا فريدة؟ معايا فين؟ هنا في النادي. انا ما كانش معايا حد خالص يا سارة. طيب. لا مش طيب طبعا يا فريدة، انا شايفاه بعناية دول، بيني وبينك شكله يجنن. ده كان واحد كده بيسألني على حاجة. وهو اللي يسألك على حاجة يقعد معاكي ساعة ونص برضه يا فريدة؟ يا فريدة أنا سارة صاحبتك وسرك. هو يعني عشان انتي صاحبتي وسري تقومي تعرفي عني كل حاجة كده؟ طبعا، وطول ما انتي بترفضي تقولي لي بتزودي فضولي اكتر اني اعرف مين ده بقى يا فريدة. مين؟ خلاص بقى يا ستي هقولك. طيب هايل، قولي بقى. ده كان من طرف حسن. ايه ده؟ الحكاية فيها مرسال كمان؟ مرسال ايه بس؟ افهميني يا سارة. طب فهميني يا ستي. اصل حسن كان عندنا النهارده في الفيلا. واو، وايه كمان؟ وحصلت مشكلة بينه وبين بابا. مشكلة؟ وانتي عملتي ايه؟ ما سكتلوش طبعا، وقفته عند حده. مين ده اللي وقفتيه عند حده؟ باباكي؟ بقولك حسن كان بيزعق لبابا، اقوم اوقف بابا عند حده؟ طب ازاي؟ طيب تقصدي انك وقفتي حسن عند حده؟ ايوه. وكان ايه السبب بقى؟ كان بيهدد بابا، بيقول انه هيقتله. حسن يقول كده؟ مش ممكن. تخيلي، انا كمان كنت هتجنن يا ساره. والمرسال ده بقى ايه محله من الاعراب؟ يعني قصدي في كل الحوار ده كله. كان بيفهمني حسن يقصد ايه. وفهمك؟ ايوه، واعتذرت له كمان. طيب ايه حسن، انت تعبت من ايه يا رودريجو؟ حبيبي من دوسة تهاليل طبية، أجهزة إسعاعات. لا 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 لا, لا بالعكس. أنا كل ما بمر على جهاز من الأجهزة بحس بنشاطي بيزيد وإني أقوى من الأول. أوه ماي جاد، يا سلام، للدرجة دي؟ وبعدين ده أنا مش طالع برج القاهرة، ده أنا طالع المريخ. وعلى رأي المثل المصري، واللي أنا مش شايفه مجرد مثل شعبي وبس، لا ده نظرية. وبيقول إيه بقى النظرية دي حسين؟ شوف يا سيدي، على قد ما هتتعب على قد ما هتنول. عشان كده بقى الإشاعات والأجهزة والتحاليل دي لا تساوي شيء جنب حلمي بالوصول للمريخ. ياه، ده ايه الإصرار اللي انت فيه دي يا ابن كل كاسة؟ يا بدوي، أهلا بأخو الصديق وزميلي ورفيق الطريق. بطل كلامك النحوي ده اللي عامل زي سلك لا بيكهرب ولا حتى بينفع وصلة. لا فرق بيني وبينك، فكل منا يتحدث لغة مهنته. أنت تحدثني بلغة كهربية وأنا أحدثك بلغة العربية. الأهم إلى أين وصل أخيك وصديقي حسن قلقاسة؟ سافر وادي القمر وحده؟ لا خلاص، ما عادش حسن بيمشي لوحده. من معه؟ المندوب اللي اسمه ريجو. المهم يا بدوي، الناظر موجود في مكتبه؟ موجود في مكتبه، لعل حاجتك له خير. لعل ذلك إن شاء الله. خيرا، أصل أنا عاوزه ضروري. أمرني
يا أخو العزيز العبقري، فلتة زمانه ابني وابن المدرسة. ولما هو ابنك مش برضه تهتم بابنك ده شوية؟ ايه هو جراله حاجة بعد الشر؟ بعد الشر، بس تجاهلك ليه هو اللي ممكن يخليه يجراله حاجات مش حاجة واحدة. انا بتجاهله؟ ازاي ده وامتى؟ عدم المؤاخذة بدي الكلمة، مش في حاجة اسمها مكافأة نهاية الخدمة؟ في. وانت قايل بنفسك للصحافة انه ياما اعطى للمدرسة وطلبة المدرسة من علمه الكثير. قلت ايوه. طب لما هو فيه وانت قلت، فين مكافأة النهاية، نهاية الخدمة حضرة الناظر؟ يقدم لي طلب وانا تحت امره. اتفضل، ادي الطلب. وادي توقيعي، وادي ختمي، وادي ختم المدرسة، وختم المديرية، وختم الوزارة. الله ينور عليك يا حضرة الناظر. وختم النسر كمان. الله الله الله. ودول هيطلعوا كام ان شاء الله؟ مش اقل من 100,000 جنيه. كم؟ قلت حضرتك كم؟ انا عارف ان المبلغ هيطلع قليل، انما القانون بيقول المكافأة على قد سنين الخدمة، وهو يا دوبك خدم عندي كام سنة. لا ده كده تمام قوي، هسلم لك عليه بالمناسبة دي. وقول له يفتكرني في اي حديث مال او اي روبورتاج من عينيا في اي جريدة ان شاء الله. حاضر. عاوزين نعمل جو للمدرسة اعيش على حسه انا واحفادي من بعدي. ربنا يخليك لولادك ولأحفادك. هقول له والله لا اقول له. الآسة في وكالة ناسا. الآسة في وكالة ناسا. خير يا ناسا فريدة، ايه في حاجة حصلت؟ انا عاوز اروح لحسن واشوفه. وده بقى اسمه قلق ولا وحشك قوي؟ اعتبرهم الاتنين. طيب من حيث القلق مش عاوزك تقلقي خالص، ومن حيث انه وحشك نفسي كمان يكون هو نفسه بيحس احساسك ده وبتوحشيه. تقصد ايه يا يحيى بيه؟ اقصد ان حسن لو حب بجد الحب هيساعده كتير في مشواره للصعود للمريخ، ولو اتأكدنا انه بيحبك بجد انا شخصيا هحاول ابعده عنك قدر المستطاع. ليه طيب؟ ممكن تفهمني؟ شعوره بانك وحشاه هيصيبه بنوع من الألم اللي لما بيحصل للعباقرة بيزيدوا عبقرية، واحنا مع حسن لحد ما يبقى افضل واحد في ال20 اللي اختاروهم. وعاوز اطمنك لتاني مرة انك ما تقلقيش خالص عليه، لانه مش لوحده. مين اللي معاه؟ ما تخافيش يا فريدة، مش مهرة اللي معاه. امال مين طيب؟ احنا اللي معاه. انت بس خدي بالك من نفسك وما تحاوليش تعملي اي تصرف يقلق حسن. فريدة رايحة فين يا فريدة؟ هنزل بسين. واللي تنزل البسين تنزل من فوق قوي كده؟ انا يا سارة. انتي ايه؟ انتي عايزة تنتحري ولا ايه يا فريدة؟ ايوه انا عايزة انتحر. استني يا مجنونة، استني فريدة. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. همد ايدي لفوق في العالي وجايز اشب كمان شوية، هوصل للكوكب اللي في خيالي، وحسبت لكوا يجي كام نظرية. شارك بالتمثيل محمد عبد الحليم، محمد جبريل، عادل خلف، جلال الهجرسي، صفوة صبحي. التسجيل والمونتاج استوديوهات رايت ماركتينج. هندسة صوتية محمد عبد العظيم. مدير إنتاج يوسف الشربيني. إشراف فني رشا البنا. إنتاج رايت ماركتينج. الآسة في وكالة ناسا. تأليف محمود البزاوي. إخراج عبد المقصود محمد. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية، وده حال الكرة الأرضية، وده حال الكرة الأرضية.